في عالم بيزداد فيه اعتماد البشر على التكنولوجيا، طفل صغير بيتكون عنده ارتباط غريب بروبوت مصمم للقتال، لكن الروبوت ده بيبدأ يكتشف حاجة أغرب: مشاعر. من هنا تبدأ رحلة مليانة مغامرة وإنسانية ومواجهة بين الآلة والقلب البشري. في قصة بتسأل هل الروبوت ممكن يكون عنده روح؟ بيبدأ الفيلم مع مهندسين البرمجة وهم بيختبروا الروبوت اختبارات مبدئية، وبنشوف للأسف معظم الاختبارات بتفشل في البداية، ولكن المهندسين مش بيفقدوا الأمل وبيشتغلوا عليه أكتر وأكتر، وبيبدأوا يشوفوا نتائج إيجابية وأداء الروبوت بدأ يتطور جامد. وبعدها بنشوف الطفل ديمتري وهو بيحاول يكلم مامته نادية، ولكنها بتبقى مشغولة فبتقوله يرن على أبوه، واللي بيكون مشغول جدا أصلا جنبها. فالولد بيرن على أبوه وبيرد عليه فيكتور، ولكن بنلاحظ انه بيقوله يتكلم بسرعة وبيتعامل مع الطفل بأسوأ. فالولد بيفضل يتدلع ويشتكي انه تعبان، وده عشان مش حابب يحضر حصة الرياضة لأنها مش من اهتماماته، واهتماماته بتبقى كلها فنون وكده. ففيكتور بيفهم إن ابنه بيستعبط وبيقوله إنه لازم يحضر حصة الرياضة لأنها من أهم العلوم اللي في الدنيا، وعشان لما يكبر يلاقي وظيفة تليق بيه وكده. وبنشوف أصحابه واقفين يتريقوا عليه ويقولوا له يا دلوع بابا وكده. وفي النهاية ديمتري مش بيكون قدامه حلول غير إنه يحضر الحصة، ولما بيدخل بتبدأ الميس تتكلم عن أهمية الرياضة وإنها أهم العلوم على الإطلاق، وإن الإنسان ما يقدرش ينتج أي شيء من غيرها. فديمتري بيقول لها إنه مش صح، لأن معظم الفنون بتتم من غير الرياضة أصلا، زي الفنان دافنشي مثلا. فبتروح الميس تديله الصدمة وتقول له إنه دافنشي مهندس أساسا، وكان بيستخدم الحسابات في أبعاد الرسومات بتاعته، وبتنهي كلامها بإنه عليهم امتحان مفاجئ. وبنرجع تاني المعمل فيكتور، وبيكون بيستعد هو وفريقه ويحطوا آخر لمسات على الروبوت A112 عشان يعرضوه قدام مدير الشركة. وفيكتور بيلاحظ وقتها إن الروبوت له أصوات كتير جدا، وبيتضايق وبيطلب من المهندسين يظبطوا صوته، بس للأسف بيكون الوقت اتأخر على عرض قدام رئيس الشركة، فبيضطروا يسيبوا كل حاجة زي ما هي وخلاص وبيروحوا للعرض. وبنرجع للمدرسة تاني، وبيكون الامتحان وقته انتهى، والمس بتلم الأوراق وديمتري بيكون محلش ولا حاجة، ورسم لها في الورقة بنت جميلة قوي. فالمس بتتعصب منه وبتاخد الورقة وبتهدده إنها هتقول لأهله يتصرفوا معاه. وبنروح على فيكتور تاني، ورئيس الشركة بيقرر يحط الروبوت في اختبارات عشان يقرر بقى هو هيمول المشروع ولا لأ. وبنعرف وقتها إنه هدف الروبوت إنه ينقذ الناس من أي موقف خطر بيهدد حياتهم، والروبوت بيتحط في الموقف الأول وبيبقى حادثة قطر وفي حريق وفي شخص محبوس جوه والنار هتاكله، ولكن الروبوت بيفشل في إنقاذه في الوقت المناسب، وده بيضايق رئيس الشركة، ولكنه بيديله فرصة تانية، وبتكون عبارة عن مبنى متدمر بس تحت المبنى شخص مازال حي والمفروض الروبوت يقوم بإنقاذه، ولكنه بيفشل للمرة التانية، وده بيضايق رئيس الشركة وبيخليه يبدأ يقلق، ولكنه بيقرر يديله اختبار تالت مرة والأخيرة. بيكون في سيخ حديد هيقع على الناس، راجل عجوز أو أسرة وأطفال، فكان المفروض إن الروبوت ينقذ أكبر عدد من الناس، ولكنه برضه في النهاية بيختار ينقذ الراجل العجوز. ساعتها بقى رئيس الشركة بيقول إنه أكيد الروبوت ده عنده مشكلة في معالجة المعلومات، ومش طبيعي تصرفاته، أكيد في غلط في البرمجة. وقتها بقى بنرجع لديمتري واللي بيكون مروح بعد ما خلص يومه في المدرسة، وبيخرج يقابل عامل نظافة في الحي، ومن كلامهم بنعرف ان الراجل بيساعد ديمتري انه يمارس الهواية اللي بيحبها، واللي بيكون عامل له استوديو عشان يرسم فيه براحته، وبيسأله لو هيروح النهاردة ولا لا. فالطفل بيقول له انه عنده مشاكل في مدرسته والظروف مش احسن حاجة معاه، وبيكون فاقد الامل كده وبيقرر يروح ينتظر اهله. وبنرجع تاني لفيكتور وهو في المختبر ومتقدر على الاخر هو وفريقه من نتائج الاختبارات بتاعه الروبوت، وبيحكي مع الروبوت وبيسأله هو ليه ما نفذش المطلوب منه. وبنتفاجئ وقتها ان الروبوت اصبح عنده وعي خاص بيه، وبيسأل عن معنى كلمة عيلة، وبيسأله كمان عن صورة بيكون حاططها في المكتب بتاعه مع عيلته، ولكن فيكتور بيقوله انت مالك، دي مش شغلتك خالص. فالروبوت بيحز في نفسيته وبيسأله هو انا من ضمن العيلة. فيكتور بيستغرب من سؤاله وبيقوله انت مجرد روبوت صباح الفل، وبيلم حاجته ويمشي. فالروبوت بيتضايق وبينادي عليه ويحاول يعتذر له، لكن فيكتور بيمشي. وبنشوفه في البيت وبيكون يدوب اللي واصل له خبر اللي عمله ابنه في المدرسة، ونادية بتتصدم من اللي عمله ابنها، وفيكتور بيحكي مع ابنه
وبيقول له إن الفن ملوش مستقبل ومش بيجيب فلوس زي ما أنت مفكر، وأجيبها لك على بلاط بالعربي أنت لازم تكون مهندس زي أبوك وأمك لأن ده هو المستقبل. ديمتري بقى بيقول له إنه الصراحة مش حابب يكون مهندس خالص يعني، وده بيضايق فيكتور جدا. وديمتري وقتها بيقرر يكسر باب الشركة ويطلع يدور على عيلته زي ما فيكتور عنده عيلة، أصل معلش يعني هو أحسن منه في إيه؟ وكل ما يقرب من حد ولا يجي يحكي معاه بيخاف منه جدا ويبعد عنه، فبيكون معاه صورة عيلة فيكتور وبذكائه بيقدر يحدد هما موجودين فين. وتاني يوم بنشوف فيكتور وهو رايح الشغل وبيلاحظ ان باب الشركة مفتوح بشكل مريب، وبيفهم ان الروبوت دمره وهرب، وبيقول لفريقه انهم محتاجين يلاقوه في اسرع وقت ممكن. وديمتري وقتها بيكون في الفصل والمس بتعلن عن مسابقة روبوتس بين المدارس، ولكن ديمتري بيظهر انه مش مهتم اطلاقا وبياخد حاجته ويمشي واصحابه بيتريقوا عليه. لكن ديمتري مش بيهتم وبيروح على بيته وبيتصدم لما بيلاقي الروبوت قدر يوصل للبيت ويفتح الباب ويدخل يقعد. ديمتري طبعا لا حول ولا قوة، مش بيكون فاهم اي شيء وبيتخض وبيجري وبيحاول يهرب منه، ولكن الروبوت بيقوله انه مصمم عشان ما يسبب لهوش اي اذى. لا ده كمان بيفحص جرحه ويشوف هل سبب له اذى ولا لا، وبيبداوا يتعرفوا على بعض اكتر وبيبقوا اصحاب لغايه ما الولد بيساله هو جاي ليه هنا، فالروبوت بيقوله انه جاي يدور على عيلته، وبيوريله صورة أبوه وأمه ديمتري اللي بيتقمص لما بيشوفها، وبيقوله إنها مش عيلته وإن أبوه ده راجل بيدور على نفسه بس وأمه كذلك، وبيسميه ديمتري روبو وبيسلم عليه وخلاص بيبقوا أصدقاء. في نفس الوقت ده الشركة بتبقى مقلوبة حرفيا والمدير خارب الدنيا وهيبعت فرقة بحث تجمع الروبوت وكمان ناوي يبلغ الحكومة. بعدها فيكتور بيروح على مكتبه وبيلاقي صورة عيلته مفقودة، فبيتوقع ان الروبوت راح بيته فبيلم حاجته ويرجع على البيت، وبيلاقي الروبوت فبيقرر يخليه في البيت ويخبيه من الفرقة والحكومة. لكن ديمتري بيقرر ياخده المكان الرسمي بتاعه ويفهمه يعني ايه فن، والروبوت بينبهر برسومات ديمتري. وفي نفس الوقت ده الحكومة بتنشر اعلانات في كل البلد انه في روبوت خطير هربان ومحدش يقرب منه وتحذيرات كتير. والطفل ديمتري بيتخانق مع صاحبه في المدرسة لما بيقوله انه في روبوت شرس وخطير والمفروض الشرطة تقبض عليه، فديمتري بينزل فيه ضرب والمس بتهديهم. ولما ديمتري بيخلص في مدرسته بيطلع على مكان روبو وبيسمع صوت حد معاه فبيتوتر ويفتكر الشرطة جت، لكنه لما بيفتح الباب بيلاقيه عامل النظافة اتصاحب عليه وبدأ يحبه. ولكن للأسف فجأة بتخبط عليهم الشرطة وبيكونوا عرفوا ان الروبوت جوه. وقتها عامل النظافة بيطلب من ديمتري انه ياخد روبو ويهرب معاه بسرعة على ما هو يحاول يتوه الشرطة، ولكن للأسف خطته بتفشل لأن الشرطة بتنجح في فتح الباب وبتدخل عليهم وهم بيهربوا وبتلمحهم وبتطلع تجري وراهم. ولكن بيجي وقت إظهار قدرات روبو في انه يطير فوق أسطح العمارات لمسافات كبيرة جدا، والشرطة بتفشل انها تلاحقه وبيشيل ديمتري على كتفه وبيكمل طريقه وبيقدر انه يهرب. وبينتشر اخبار كتير عن ان الروبوت خطف الطفل ديمتري واخده كرهينة، وبعدها بيظهر ان ديمتري وروبو مع بعض مستخبيين جوه عمارة تحت الانشاء، وروبو بيخرج زي جاكيت من مادة عازلة للحرارة عشان ديمتري ما يبردش بالليل. وقتها ديمتري بيظهر حزنه لان دي بتبقى اول ليلة ينام بعيد عن اهله، فروبو اول ما بيفهم انه متضايق بيقول له لو عاوز ناخدك ارجعك لاهلك دلوقتي هعمل ده عادي، بس ديمتري بيفضل انه ما يعملش ده لانه مدرك كويس ايه اللي هيحصل لو الروبوت بدأ يتحرك من تاني. وفي نفس الوقت ده الست نادية ام ديمتري بتكون شغالة توضح قلقها لفيكتور، وفيكتور بيقول لها ان الروبوت مصمم على عدم ايذاء البشر واكيد الطفل بخير وما تصدعناش من الاخر يعني. وبنشوف تاني يوم العملاء اللي في المكان بيوصلوا وروبو بيفكر في احسن طريقة للهرب من المكان ده، وبيشيل ديمتري وبينزل من حتة بيكون مش متشاف فيها، وبيعرفوا وقتها ان المدينة حصل فيها كارثة كبيرة. وديمتري بيفكر ان روبو لو راح يحاول ينقذ اللي بيحصل هيصدقوا وقتها انه غير مؤذي. وفي نفس الوقت ده بتروح زميلة نادية من الشركة لفيكتور في البيت وبتبلغهم بخبر محزن جدا، فبتقول لهم ان الرئيس بتاع الشركة ناوي يقفل المعمل بتاعهم نهائيا. ففيكتور بيستقبل الخبر وبيتضايق جامد جدا، وفي الاخر بيقرر ينزل يروح الشركة ويلم حاجته من هناك قبل ما تتقفل عليها. وفي الوقت ده ديمتري وروبو بيكونوا قاعدين مع بعض، وديمتري بيدور على لبس الروبو علشان يتنكر فيه، فبيجيب له لبس كلاون
وأنطوان وأولجا أصحاب ديمتري بيشوفوه، وديمتري بيطلب منهم يفضلوا مع روبو لغاية ما يروح يجيب التذاكر، وبيقول لهم ان روبو مش مؤذي نهائيا. لكن أنطوان بيستغل الفرصة وبيصور روبو وبينشره على النت، والفيديو بيوصل للشرطة ورئيس الشركة كمان. وديمتري ماشي في طريقه، 2 شرطيين بيشوفوه بيتعرفوا عليه وبياخدوه معاهم وبيتصلوا بفيكتور يبلغوه، فبيفرح جدا. وفي الشركة بيقولوا للمدير انه قدروا يتوصلوا لمكان الروبوت من موبايل أنطوان، فرئيس الشركة بيقول لهم يروحوا يدوروا على أنطوان ويعرفوا منه مكان الروبوت ويدمروه. وفيكتور وقتها بيكون وصل اسم الشرطة وبيشوف ديمتري وبيسأله إذا كان خطفه فعلا ولا لأ. لكن ديمتري بيقوله إن روبو يبقى صاحبه، وكانوا بيحاولوا يهربوا مع بعض عشان محدش يدمر روبو. فبيستغرب فيكتور من كلام ابنه، وبيقوله إن الروبوت أصلا عنده مشاكل في التواصل، فبيسأله هو إزاي كان قادر يتواصل معاه. فبيقول ديمتري إنه كان صديقه وما كانش بيأمره لأنه كان بيتصرف من دماغه زي الصاحب البشري. ففيكتور بيستعجب أكتر وبيقوله إنه مجرد آلة مش إنسان. فديمتري بيقرر ياخد فيكتور على مكان روبو، وبيلاقوه شغال يلعب مع أولجا. ولكن في نفس الوقت ده بيوصل رئيس الشركة مع الفريق بتاعه وبيحاصروا المكان، وبيهددوا فيكتور والأطفال يبعدوا عن روبو وإلا هيتضربوا بموجات مغناطيسية لتدمير روبو. ففيكتور بيحاول يتفاهم مع رئيس الشركة إن روبو مش مؤذي إطلاقا. وسط كلامهم بيتفاجئوا إن روبو بيجري وبيشيل الحاوية الحديد اللي كانت هتقع على الرئيس، ومن تقلها بتقع على روبو وبتدمره. وقتها بس الرئيس بيعرف إن روبو كان بيحمل بشر، وديمتري بينهار في العياط وابوه بيزعل جدا. ولكن روبو بيفاجئهم وبينادى على ديمتري وبيطلع انه مازال شغال. والرئيس بيرجع فيكتور ومراته للشغل، وديمتري وروبو وأولجا بقوا اصحاب مع بعض. وبكده هيكون خلص فيلمنا. سلام.